السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن الحله الضغط الاديسون. زي ما انتم شايفين كده حله الضغط اللي بالكهرباء من اديسون. انا هنا معايا الحله بتاعتي 10 لتر من الجرانيت من الداخل. خلاص، هقول لكم دلوقتي على ملحقاتها. اول حاجه معايا هي الحاجات البلاستيك دي. دول 4 رجول بيبقوا من البلاستيك كده مطاطيين شويه. دول بيتثبتوا في الحله من تحت عشان يمنعوها ان هي تتزحلق او تتحرك او الكلام ده، فتبقى ثابته وتبقى قويه معانا في الوقفه. ده كده الكوب المعياري اللي تقدروا تستخدموه تحطوا الرز او كده. الجزء ده كده بيبقى بتاع البخار، بيتثبت تحت الايد لو انتوا عايزين تصفوا فيه البخار بتاع الغطا. دي كده المعلقه بتاعتها، معلقه من البلاستيك كده، بلاستيك طبعا صحي. تقدروا ان انتوا تقلبوا بيها من جوه عشان ما يجرحش الحله. معايا كمان الاتنين من الكتيب ده، واحد بالعربي وواحد بالانجليزي. ودول بتعرفوا منهم كل حاجة تخص الحلة، سواء صيانة، سواء برامج، سواء أي حاجة خالص. دول كده ده كده كارت الضمان، بس طبعا أنا مش بستخدمه لأن هي بتبقى على رقم التليفون. يعني لو هي حصل فيها أي مشكلة بروح للسيف جاليري اللي أنا شارية منه، أديله رقم التليفون اللي أنا مسجلاه عندهم، اللي أنا شارية بيه الحلة. بيطلع لي ورقة الضمان وبيطلع لي كل حاجة. أول حاجة دلوقتي إن أنا بوريكم الحلة من جوه. أنا معايا هنا الحامل الاستانلس ده، او الشبكه الاستانلس دي، يتحط عليها الخضار، يتحط عليها الدجاج او اللحمه بتاعه المندي، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها كصنف تاني فوق الرز مثلا. خلاص، كده الحله من جوه زي ما انتوا شايفين كده من الجرانيت. خلاص، كلها زي ما انتوا شايفين. ومن بره كده بتبقى من التيفال. ودي كده المعيار بتاعها بيقول لكم ان هي بالكوب يعني وكده. كل كوب بياخد قد ايه. الجزء اللي انا بضغط عليه ده بتاع السخان. ودي كده الجزء اللي بيسخن الحله، زي كأنها بالظبط بوتاجاز اللي هو الكهربائي الحراري ده، عارفينه. نفس التعامل بالظبط. دي كده الفيشة بتاعتها بتتفك وتتركب بالشكل ده كده. خلاص، انا دلوقتي هبدأ ان انا اجربها معاكم، هسلقكم فيها اللحمة واعرفكم على البرامج بتاعتها. طبعا هي البرامج بتاعتها كتير وكلها حلوة جدا. عندي برنامج السمك 5 دقايق، الدجاج 13، اللحمة 20، ورق العنب 25، الحاشي 25، الشوربة 30، 25 المطاطيس 30، الرز 12. بنبدأ بقى ان احنا الزرارين اللي هم الزائد والناقص دول بنعلي ونوطي منهم زي ما انتم شايفين كده، لو احنا عايزين نزود الوقت او نقلله. دلوقتي يعني انا كنت بوريكم كل برنامج فيهم عامل ازاي وكل برنامج وقته قد ايه. انا اخترت دلوقتي برنامج الحاشي. بيفضل يلف الزيرو اللي جنبها ده 25 دقيقة، والزيرو اللي جنبها ده بيفضل يلف طول ما هي لسه ما ضغطتش. يعني طول ما هي لسه سخنة بس وما ضغطتش البخار، بيفضل العداد ده يلف. انا استنيت عليها زي ما هي لما حد ما هي سخنت بالشكل ده كده، وهنزل فيها باللحمة. دي خطوة اختيارية طبعا. انا اتعاملت معاها بس كمعاملة الحلة العادية اللي على النار. حطيت اللحمة وحطيت عليها حبهان ولورا. اتعاملت معاها عادي جدا، وحطيت عليها شوية من الفلفل الاسود، وكمان هحط عليها بصلتين صغيرين خالص. وهبدأ ان انا اشوح فيها. ممكن تستغني عن خطوة التشويح دي وتغلي المية مثلا وتحطيها وتحطي فيها اللحمة، او تحطي كله على البارد. بيعملوا كده عادي جدا برضو. وتضغطيها وتسيبيها لحد ما تستوي. انا هنا هشوح اللحمة لحد ما كلها تاخد لون بالشكل ده كده، وبعد كده احط بصلتين صغيرين زي ما انتم شايفين. وعندي المية بتاعتي بتاعت الشوربة سايباها بتغلي. خلاص، اول ما المية تغلي هضيفها على اللحمة، تكون اللحمة خلاص اخدت لون. وبعد كده هضغطها ونشوف بعد ال 25 دقيقة ايه اللي هيحصل. ضفت المية كده. المية دايما نراعي ان في ماكس، يعني في الجنب كده بيبقى مينيمم والماكس بتاعها، اللي هو يعني اقل حاجة واكتر حاجة. نحاول ان احنا دايما ما نخرجش عن العلامة اللي هي بتاعت اكتر حاجة ممكن نحطها جواها. ليه؟ لان احنا لو زودنا الكمية جواها عن الكمية المفروضة، هي مش هتضغط، هي هتشتغل كحلة عادية خالص. ما بتضغطش. انا جربت وعرفت ان هي لما بتعمل كده ما بتضغطش. الزرار اللي في الجنب ده كده هي اتقفلت. طول ما هو طالع لبره المسمار ده هي كده ما اتقفلتش. عندي كده الصفاره اللي فوق دي، الناحيه اليمين كده بتطلع البخار، والناحيه الشمال على الناحيه بتاعه الضغط. انا هسيبها بقى ال 25 دقيقه. هي شوفوا لما بدات تضغط الزيرو اللي في الجنب ده كده وقف، يعني بقى ثابت. فكده تعرفوا ان هي بدات تضغط وبدا العداد بتاعها بتاع الوقت يخلص. انا دلوقتي بعد ما ال 25 دقيقه خلصوا فتحت الصفاره اللي فوق عشان تخرج كل البخار. ودي ما بتفتحش، ما بت
الغطا ما بيفتحش خالص لو البخار بتاعها ما كانش خرج كله من الصفارة دي. يعني لازم عشان افتحها لازم افتح البخار اللي فوق يطلع كل الضغط اللي جواها وبعد كده تتفتح، ودي برضو من الحاجات الامان اللي فيها. انا هنا كنت بختبر اللحمه ما شاء الله استوت في ال 25 دقيقه زي ما انتم شايفين كده. انا بس ما كنتش قادره امسكها من كتر السخونه بتاعتها. من مميزاتها ان انا ممكن استخدمها، يعني اشغلها مثلا وادخل انام او اشغلها واخرج. انا عارفه ان هي بعد ال 20 دقيقه هتفصل، او بعد ال 25 دقيقه اي برنامج انا مشغلاه عليه بعد ما يخلص وقته هيفصل. ودي من الحاجات الامان طبعا. بس لما بتفصل والحاجة بتفضل جواها وهي مضغوطة من غير ما نطلع البخار، عشان برضو معلومة تكونوا عارفينها، الحاجة بتستوي أكتر. فاهمين؟ يعني لو حاجة بتاخد وقت أطول ممكن تسيبوها على البرنامج بتاعها وتسيبوها لحد ما تكمل تسويتها في البخار. أنا كده تقريبا قلت لكم معظم الحاجات عنها. لو عايزين تسألوني عن حاجة تانية ابعتولي في الكومنتات بتاعتكم وأنا هقول لكم على أي استفسار عنها. أتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم.